من 9 شهور فاتوا تواصل معايا صديقي سادج ابو يوسف، قال لي انه في مشكله في الشيخ حمد، انه كان عندهم ترعه كان فيها مشاكل بتسبب اذى للناس، وكان بيرموا فيها الزباله، سببت فشل كلوي لبعض الناس، وناس فقدت كتير وناس كتير فقدت نظرها طبعا. نزلنا على الفور وصورنا هناك المشكله وبدانا نطالب بحل المشكله لحد النهارده نزلنا في الشيخ حمد وصورنا اللي حصل، وصورنا النتيجه، وصورنا الردم اللي حصل في الشيخ حمد. تابعونا احمد عمران. من تاريخ ما طلعنا هي والترعه بالشكل ديتي ومع تموت الاطفال منيني وجايبه لنا الوباء وجايبه لنا المرض، وما لاقينش حد عشان خاطر حتى اضعف الايمان يقول لنا انتم بالجهود الذاتيه اردموها. طلبتوا يعني رحتوا لحد قبل كده؟ كذا كتير قوي، ما فيش جهه ما طلبناهاش وعملنا شكاوي كتيره. في شيء اي مسؤول عنده ضمير، كل اللي يجي حتى هو بيشم الريحه ياخذ بعضه ويمشي، يشوف المنظر دي والله منظر ما شفناه في اي مكان في العالم، في الهند، في اي مكان ما تشوف المنظر القبح ده، والمسؤول يجي ولا كانه ولا حياه لما تنادي. كم عدد حالات فشل كلوي؟ 82 حالة فشل كلوي في البلد، وتعالوا اودهم لك بيت اوريهم لك، بيت اوريهم لك اللي عندهم فشل كلوي. عايزينها تتردم، مش صرف مغطى، مش قيد انه صرف مغطى، تتردم. احنا لو قالوا لنا بالجهد مطالبكم انها تتردم اصلا. تتردم بس احنا عاوزينها تتردم، مش قيد انه صرف مغطى. ما فيش ميزانيه في الدوله، ما فيش ميزانيه في الدوله لصرف مغطى، ما عاوزين الصرف مغطى، عاوزين نردموه. لما انام ليل ولا نهار من الناموس وجايب لنا المرض، ودينا اشوفوا بيتي نزت فيه الميه من الداخل، الميه ما معيش ولا حد بحريه ولا حد معي في البيت غيري اني مع قنبري الليل كله مقنبري من الترعه. انا كلي والله ما قادر احفظ، والله ما قادر نحفظ، قاعده على كذي عصايته البر الثاني. سبب الترعه؟ سبب الترعه. الله يحنن عليكم يمي، الله يرزقكم يمي، يجيبوا لها كركه تكحاتها، يجيبوا لها مواسير السد هي تردموها. الله يحنن عليك. ساكن على الترعه، عميت بسبب الترعه، عميت بسبب الترعه، وما عنديش اي شيء اتعلد منه، والفيران ما تخش عليني، وتعال اوريك ده بدل الدهاز ده بثلاثه. يعني انت فقدت نظرك بسبب الترعه؟ والله بسبب الترعه، التلوث وكله بيتنا على قديتي. تعال اوريك من ضمن بدري راحوا كاشفين بسبب الترعه، والناموس والفيران ما تخش علينا احنا ونايمين ليل ونهار. طبعا احنا كنا من 9 شهور او 10 شهور هنا وصورنا عن الموضوع، والحمد لله كانت في استجابه للمطالب الترعه. الاول الترعه كانت يعني كان فيها ضرر منها ازاي؟ كان فيه ضرر كثير يعني في الترعه، سببت في فشل كلوي، سببت بكثير في فشل كلوي يعني، وحالات كثير والله، وحالات بينه يعني مش يعني مدسوسه يعني. فهو طبعا الحمد لله وكل الشكر يعني ليكم والمسؤولين كلهم، يعني الحمد لله تم ردم الترعه زي ما انت شايف يا استاذ احمد، وبعدين يعني ما فيهاش اي مشاكل ثانيه فاضله في الترعه الحمد لله. كده الترعه خلاص كده اتردمت الحمد لله. والمدرسه برضو كده تمت؟ المدرسه الحمد لله اشتغلت وكله تمام. بعد كده الترعه احنا جبنا لها قرار ردم واتردمت. بس تردم. حد جاب لكم حاجه؟ ولا حاجه، اللودر على حسابنا، والفلوس جت من الكويت ومن السعوديه ومن الناقص كملناه في البلد بجهود ذاتيه. بجهود ذاتي يعني. الراجل العامل اللي في الكويت اللي معاه يشتغل بدينار بعته عشان البلد تنضف، الراجل اللي في السعوديه بعت برضه على قد مقدرته ولمها وجابها برضه، عشان لا نايب لا مجلس ولا حق. اللودر تاجرناه الساعه ب 200 جنيه من المجلس؟ لا تاجرناه من برا. المجلس ما رضيش يبعت لوادر؟ لودر المجلس يجيك ويقول لك انا ماشي. المجلس شغال امانه برضه، يجي يقول لك انا اقدرش، صغير برضه صغير شغال المجلس جمعان، وكان يعبي معانا برضه المجلس على الجسر والجبل. النشد برضه المسؤولين، والنشد الناس اللي قامت برضه معانا ووقفت معانا زي قناتكم وزي عصام بركات وجمال عبد العال وجميع الناس يعني المحترمه اللي وقفت معاني. نشدهم برضه تقوموا معانا برضه المشروع بتاع المستشفى، عشان يعني حتى عند ربنا واخد بالك يبقى لهم صواب كبير، لان الحالات الاطفال دي يعني خليه زي عياله يا اخي، الواحد يبص يعني يعتبره عيال، يعني مثلا نشوف هي الدنيا وشوف هي الحال. والترعه كانت واخد بالك مشكله كبيره يعني، جميع الامراض اللي كانت فيه وجميع البلاوي اللي كانت فيها واخد بالك، يعني احنا نقول ايه طيب يعني، والحمد لله تمت، الحمد لله ان هي تم ردمها الحمد لله واخد بالك، وشغال الشغل فيه، ولسه برضه الرئيس بتاع المجلس برضه يشكر
برضه هيطلع لنا اللودر، برضه هيتوكل على الله بكره وهيمسح، واخد بالك، وشغالين. رئيس المجلس هو الاستاذ خالد عويس، ده شغله عشان تبقى عارف، هو ما بيتجملش عليك. هو الصراحه الراجل يعني واقف معانا وقفه بما يرضي الله. ايوه، هو ده شغله الطبيعي. يعني الصراحه يعني ما حدش يعني اجبره على الحاجات دي اللي عملها يعني، وجا كل ما التليفون يتصلوا عليه يقلب باتصالنا ويجي الراجل في قمه الاحترام. فانا اناشده، واخد بالك، برضه يكمل معانا المسيره دي، واخد بالك، وان شاء الله نتفائل خير معاه ان شاء الله. ونشكر القناه سيادتكم، واخد بالك، ونشكر سياده الاستاذ احمد والجماعه اللي معاه، الناس المحترمين وبيقدرونا وبيجي يسالوا علينا، لان اللي بيسال دلوقتي احنا نحترموه ونقدروه برضه. فدلوقتي احنا نشكركم على كبسي، ومشكرين قوي قوي قوي، والحمد لله، وربنا يبارك فيكم. بس عايزين حاجه منكم، تستفل تهني، تستفلت عشان خاطر ما حدش يربط بهيمي فوقيه، ولا حد يرمي زبط فوقيه. ده اللي عايزينه منكم بس، لا اكتر ولا اقل. وتشكروا وبارك الله فيكم. احنا جبناها بالجهود الذاتيه بتاعت البلد، لمينا من البلد كله، وفي ناس بارك الله فيكم، بارك الله فيهم، عملت خير في الخارج، في الكويت وفي السعوديه، وبعتت لنا فلوس وردمناها بجهدنا، ما حدش جاب لنا حاجه. المجلس بارك الله فيه، الراجل جاب لنا الكشيك وقاعد يسويني وعبينا في الجرارات، بس الجرارات بتاعتنا احنا واحنا اللي جايبينها. بس احنا عاوزين من حضرتكم حاجه وحده، لو سمحتوا، احنا بدل ما واحد يربط بهيمي، والبهيمه لو اتربطت هنيتي هتحصل مشاكل في البلد، هتبقى مجزره في البلد. احنا عاوزين حضرتك يا سافل تهاني، يا المجلس يعمل لنا حاجه وحده، المجلس يعمل 10,000 جنيه لاي واحد يربط بهيمي او يبني طوبه او يحط بوصه. ده احنا اللي عاوزينه من حضرتكم، لان انتوا وسعتوا لنا البلد وبقيت لنا بلد نظيفه، وعندنا امراض كتير الحمد لله، ربنا يكرمنا وتخلص. بس لو سمحتوا، احنا عاوزين تتسفلت الطريق، يا اما تمنعونا اي واحد يبني او اي واحد يحط بهيمي او بوص او قهوه او اي حاجه. ما عاوزينش اي حاجه، احنا عاوزينها نظيفه على طول، بحيث ان لو جانا واحد ضيف من غريب من بعيد حصل حاجه في البلد، يلقى البلد نظيفه ومنظرها زين. وبارك الله فيكم. طبعا بنشكر كل الناس اللي عرفت تخدم الشيخ حمد، سواء كان الاستاذ علاء فراجي اللي هو مسؤول الصفحات الاجتماعيه عن ابو تشت، سواء كان رئيس مجلس المدينه، سواء كان النائب عصام بركات، سواء كان مكتب رئاسه الجمهوريه، اللي بصراحه انجز في الموضوع وخلى الموضوع يعني تم تحريكه بسهوله وبسرعه. وصلوا الموضوع لمحافظه جنة لحد ما الموضوع رسي في الاخر، وتم تنفيذ ردم الترعه بنجاح. شكرا لكم. احمد عمران.